وبعدين القماش كمان يا شيرين لو تسمحي لي أضيف بيدّي identity، يعني لو كرسي عادي خالص، يعني هنقول كرسي فرنساوي Louis XVI Louis XV أنا حطيت عليه قماش كلاسيك، فأنا كده باعزّز الclassic style. صح. لو خدت نفس الكرسي الفرنساوي بنفس finish الخشب وحطيت عليه قماشة بوكليه والّا قماشة كتان، أنا ودّيته في حتّة تانية خالص. فهو حقيقة. الوعاء هو الdesign أو القطع الfurniture دي الوعاء أو الجسم، والروح هي بتكون القماش. مليون في المِيّة، وأنا مليون لأ، في المِيّة. بصراحة الأرواح اللي عندكم هنا عاجباني جدًا، I'm جدًا. glad you think so حبيبتي. طيب إيه أكتر قاعدة تصميم دايمًا بتحبي تكسريها وليه؟ بُصّي، في حاجات في التصميم كليشيهات أنا مش باحبها. أول كليشيه هو ده كليشيه مش في التصميم، ده كليشيه في مصر، التطقيم. إن كل الحاجات تبقى زي بعض، أنا حاطة كنبة وكرسيين ومش عارفة إيه، عاملة حاجة لازم يمشي كله نفس الألوان، فدي أول قاعدة باحب دايمًا أكسرها، لإن هي بتدّي بعد كده غِنى وبتدّي لغة بصرية، بتحسي إيه ده في حاجة مختلفة في الspace. تاني حاجة باحب أكسرها الfocal points الaccent pieces. دايمًا يقول لِك إن في أي space أو أي مساحة تعملي one focal point أو one accent piece، ما يشترطش، يعني ممكن أعمل أكتر من focal point وأكتر من accent piece، بس لازم بحرص، يعني ما أعملش هنا بقى حركة لأ، لازم الحاجات دي كلها يكون في تناغم ما بينها ويكون في harmony. فدول أكتر حاجتين في الrules باحب أكسرهم، الماتشي إن كل حاجة تبقى لايقة مع بعض، وتاني حاجة إن أنا أعتمد على حاجة واحدة بس تبقى هي نقطة ارتكاز بصري، سواء في المعمار أو الdesign الinterior أو في الfurniture.